تعالوا بقى بينا النهاردة نعمل مع بعض كيكة خطيرة بجد. أي حد هيجرب يعمل الكيكة بالشوكولاتة مش هيعمل غير الطريقة دي، والصوص منه فيها. هنعمل مع بعض جاتو شاتو بأسهل حاجة ممكن تشوفيها في حياتكم. أول حاجة هنوحد الكوباية، كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت. بص كل المقادير: كوباية، نص كوباية من الكاكاو الخام. وهنا شرط اساسي: الكاكاو يبقى طعمه حلو، محدش يستثنى ان هو الكاكاو يبقى اي حاجة، لا لازم الكاكاو يبقى طعمه حلو. نزلت بكل المقادير كده. انا قسمت الزيت على 2، بس هو في التوتال كوباية. وهضرب بقى كل الكلام ده حلو قوي لغاية اما الصوص يتقل معايا ويديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. هاخد منه كوباية بقى واسيبه على جنب، وبقية الصوص هرجع فيه 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم كيس من الفانيليا. ونضرب بقى الكلام ده كده، وده خليط الكيكة جاهز معانا. دي كوباية من الدقيق، والدقيق برضو كوباية عشان تبقى كل المقادير موحدة معاكي. كوباية دقيق عليها معلقة صغيرة من بيكنج باودر أو كيك شيف اللي يعجبك، ورشة ملح بسيطة. وننزل بقى في الخليط اللي في الخلاط كده ونقلب بقى معانا. بصوا أسهل وأبسط كيكة شوكولاتة بجد هتشوفيها في حياتك، وأطعم حاجة هتدوقيها برضو، يعني الاتنين. هننزل بقى في الصينية، وطبعا لازم نكون دهنين الصينية حلوة قوي. وطبعا قبل ما بنشتغل في الكيكة بنكون ظابطين درجة حرارة الفرن على 180. دخلتها قعدت معايا نص ساعة كده، طلعتها وسبتها تهدى. هي كده مش سخنة، هي انا كده طلعتها سبتها ساعة كده على الرخامة تهدى تماما. وبعدين هنزل بالصوص. ما ينفعش انزل بالصوص وهي سخنة، هتلاقيه عجن معاكي. لازم الكيكة تهدى تماما كده. اول ما خرجت كده سبتها تهدى نص ساعة ساعة، يعني مش ما تكتريش برضو عن ساعة عشان تبقى حلوة معاكي. خلاص نزلت كده بالصوص وظبطت كده الدنيا، وبعدين هقطعها بقى. بجد هتاخدي اكنك بتاكلي قطعة جاتو. بجد كيكة سهلة وبسيطة، وطريقتها وكلها كوباية، يعني اسمها كيكة الكوباية دي اسهل وصف ليها. بصوا اكنها طالعة قطعة جاتو. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا وهتدعولي عليها.